أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين وين ما كنتوا بأكلة جديدة وطبخة جديدة وأكيد طبق جديد من بلدي مع الكثير من النصائح والفوائد الطبية والغذائية والصحية من الدكتورة لمى نائلي الأخصائية بالتغذية. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا فيكي، كيفك مستعدة اليوم للطبق الجديد؟ أكيد مع الشيف فايز مستعدين. مع الشيف فايز ومع روز قاسم. أهلا وسهلا فيكم. تفضلي روز. أهلا وسهلا فيكي إيمان وأهلا وسهلا بالدكتورة لما. أكيد الشيف فايز محضر لنا طبق شعبي جدا والكل راح يحبه. شو رأيك شيف فايز؟ والله اليوم محضر طبق كثير طيب، يعني ما بتصور ما في قديش حدا طيب. ما بيحبه، كل الناس بتحبه. نحن عم نعمل اليوم برغل بحمص بزيت الزيتون وجنب منه يخنة بطاطا مع لحمة. يعني هلا ممكن نحن نطبخ البرغل بحمص مع زيت الزيتون نحط على وشه دجاج، ممكن نعمل جنب منه يخنة لحمة مع بطاطا، ممكن ما نعمل، بس احنا حنعمل اليوم. مقادير شيف شو رأيك؟ نحن عندنا سمن زيت زيتون طبعا بدنا نحط اساسي. تمام. برغل، عندنا بصل مشان اليخنه، وعندنا بصل ناعم مشان البرغل، وعندنا دجاج مسلوق، وعندنا حمص، وعندنا مرقه تبع الدجاج اللي سلقنا فيها الدجاج. وهلا نحن رح نبلش مباشره طريقة التحضير. نعم تفضل. هلا الحمص هذا مستوي وجاهز، انا نقعته وسلقته. بده يكون منقوع قبل بيوم، ما هيك شيء؟ تمام. ايوه. هلا حطينا الطنجره، بدنا نحط شويه زيت. طبعا ممكن فروج وكمان ممكن لحمه. ممكن فروج وممكن لحمه، ممكن فروج ولحمه مع بعض. هلا رح نحط البصل الناعمه، نقلي البصل شوي. طبعا عندي بطاطا هون مقطعه، هي البطاطا مشان اليخنه. طبعا هلا حضرتك حاططهم بالمي. ايه انا مقشر بطاطا وحاططها بالمي. شو رايك نقول لهم للمشاهدين ليش نحن بنحط البطاطا بالمي اذا مقشره؟ بنحط البطاطا بالمي مشان ما تسود. تمام، مشان يتم لونها حافظ يعني عليها. وثاني شيء بتفقد شوي من نشوياتها. تمام، يعني هي البطاطا. هلا رح نحط فوق طبعا برغل منقع وماله مغسول مثل ما هو ناشف يعني شيف. تمام. ايه منقع وظريف. وهلا رح ما شرط نقليه للبرغل، ما في مشكله عليه نقليناه او ما قليناه، بس انا بحب هيك شوي يعني اعطيه نكهه زيت الزيتون معه يتشرب يعني زيت تمام. الزيتون. طبعا رح احط له ملح وهون شويه فلفل اسود وهلا رح احط مرقه. عندي مرقه دجاج. كمان كيف عيار البرغل والمي شيف؟ كمان هذا البرغل بده عيار بعيارين. يعني مثل لانه البرغل بياخذ يعني مي مضبوطه مشان يطلع هيك يعني رقم طيب. ايه ما يطلع انه قاسي. البرغل بالحمص كثير طيب بشكل يعني زياده. ممكن طنجره بدي غطا. طبعا البرغل ما بيطول كثير ليصير. طريقة تحضيره كثير سهلة شيف كأنه. كثير سهلة طبعا. غطا. هي غطينا هلا بيستوي. بعد ما بيستوي بنضيف له الحمص وبين ما نساوي اليخنة كمان تبعه. جنب البرغل شو ممكن نعمل غير اليخنة؟
سلطه ممكن تعملي كثير شغلات خضره، يعني رشاد جنبه كذا في. على كل رح ننتقل لعند زميلتنا ايمان ومعلومات غذائيه قيمه مع الدكتوره لما. تفضلي ايمان. يعني اكيد بدي استفاد قدر الامكان بوجود الدكتوره التغذيه الاخصائيه لما النائلي. يعني انا بعرف انه كثير في هلا عوده شديدة للأكلات القديمة، أكلات الحمص والبرغل والبقول والقمح وما إلى ذلك. أنا بدي أحكي مو عن هدول الفوائد الغذائية الموجودة بهالعناصر، وإنما عن التلوث يلي الناس كثير عم بتخاف منه، ومن ثم تعود إلى الأكلات الشعبية القديمة يلي فعلا نحن تربوا أهلنا عليها. صحيح. اول شغله طبعا كثير انا بوافق اليوم الشيف بالطبق وكثير صحي جدا وشكرا له لانه اليوم الطبخه كثير صحيه. هلا بمناسبه عم تقولي لي على التلوث، صح حكيك انه نحن ما عاد عرفنا الخضره اللي عم ناخذها هي خضار مهرمنه، بشو المي اللي هي مغسوله فيها، اذا كانت نظيفه، اذا كانت معرضه لتلوث او تسممات. هلا اهم شغله نحن اذا بنقدر انه نزرع ببيتنا بجنينه البيت او بالمزرعه تبعنا خضار ورقيه خضراء، اذا عندنا مساحه كبيره بالمزرعه نزرع شويه خضار، نزرع فواكه اكيد اللي هي بتكون اورجانيك طبيعيه بدون اسمده بدون مواد كيميائيه مضافه. هون نحن بنكون تاكدنا انه الخضار والفواكه اللي عم ناخذها هي كامله القيمه الغذائيه. هلا اذا نحن عم نجيب خضرتنا من السوق، انت بتلاحظي انه كيف هلا صار كل الفواكه كل تفاحه بتشبه التفاحه الثانيه، وكل بردقانه بتشبه البردقانه الثانيه. كثير الفواكه صارت كثير عم تلمع واشكالها كثير جذابه. طبعا هي اكيد مضاف لها اسمده، مضاف لها مواد مضافه، هذا الشيء اللي بخلينا نحن نشك بامرها. ونحن مشان هيك بنعرف انه ما بناكل الفواكه او الخضار الا بمواسمها الصحيحه. صحيح. وخاصه اذا كانت مكتوب عليها بلدي. ممتاز بتكون، خصوصي الخيار البلدي والفواكه والبندوره البلديه والبطاطا البلديه وما الى ذلك. حتى ايمان نكهتها بتكون غير وقيمتها الغذائيه تكون جدا مرتفعه، واكيد ما بتكون لها تاثيرات سلبيه على جسم الانسان لا سمح الله. على كل نحن بنوقف مع ريبورتاجات واسئله موجهه من الجمهور لحضرتك دكتوره لما وايضا الشيف فايز. بنشوف الاسئله ومن ثم نجاوب.